محليا اختتمت أول أمس مسابقة حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في طبعتها الثالثة بالمركز الثقافي المغير بولاية الوادي، والذي نظمته جمعية عبد المجيد حبة، حيث تم خلال الحفل تكريم حافظة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف لجميع الأصناف بتوزيع 10 عمرات إلى بيت الله الحرام، بالإضافة إلى توزيع مختلف الجوائز الإلكترونية على الفائزين. المراسلة لشريف جيدو من وادي سوف. نظمت جمعية الشيخ العلامة عبد المجيد حبة الثقافية بالمغير هذا العام عدة أنشطة، في مقدمتها وأهمها مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية في طبعتها الثالثة لهذا العام، التي تميزت عن سابقتها من طبعات بقيمة ونوعية جوائزها، والتي كانت في مقدمتها 10 عمرات إلى بيت الله الحرام، كذلك 4 حواسيب محمولة و6 أجهزة لوحية طابلات.